والله لو لم يتكلم يكون كلامه بوضوح والله لن أرد عليه. أنا بغير أسمع كلامه كله، يتكلم بوضوح، عيد الكلام كله غير مسموع وهو عيد الكلام عيد الكلام واضح شيخ، واضح. عيد الكلام. عيد باختصار، عيد باختصار. ابن عثيمين يقول الذي لا يعترف بخلافة أحد الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله. طيب الآن عندنا معاوية بسند صحيح يقول ابن حجر لم يبايع الإمام علي بن أبي طالب. الآن يلزمك أن معاوية أضل من حمار أهله أو أن ابن عثيمين أخطأ. ماذا تقول؟ تفضل شيخ مكرم. شيخ مكرم. نعم أسمعك. يلا دحشي تفضل. احكي عن ماذا؟ هل معاوية أضل من حمار أهلي بناء على ما قرر ابن عثيمين؟ لا، وقت الله وليس من المسبب هم اللذان أضل من حمار عليهما وليس معاوية. وليش احنا نقبل بخلافة علي مو مثل معاوية، ومعاوية ما قبل؟ شو دخلنا بالموضوع؟ والله ما أعرف أنتم سبحان الله. يعني الآن الآن هو الموضوع الآن الموضوع الذي تناقشانه الآن ما هو الموضوع الآن؟ تأخذون جزئية فقط وتتحدثون عن يعني بيعة علي بن أبي طالب جزئية. هو ما يقول لك إذا ما يبايع علي بن أبي طالب أضل من حمار أهلي. معاوية لم يبايع فمعاوية أضل من حمار أهلي. تقبل أو ترفض؟ اختر ما تريد. وعلي أضل من حمار أهله لأنه لم يبايع أبا بكر، وعلي أضل من حمار أهله لأنه لم يبايع أبا بكر. لا اشهدوا عليه يا اخوان، اشهدوا على هذا الرجل. الان طعن بامير المؤمنين عليه السلام، الان بانت الحقيقه امامكم. هل رايتم يا اخوان؟ هل عندما اقول لكم انه عندما تعطي مجال لهؤلاء يخرج ما في داخلهم الان، هو لانه قلنا قول لحظه ابو بلال لحظه. قلنا انه اسمع لانه قلنا ان معاوية على قول ابن عثيمين انه من لم يربع بعلي فهو اضل من حمار اهلي، والرجل يقرأ من الكتاب، لكن لكثرة الحقد والبغض ونصب العداء لامير المؤمنين عليه السلام سمعتم شتم امير المؤمنين عليه السلام. البعض ماذا يقول لماذا تعطي هؤلاء مجال؟ السبب حتى نبين لأهل السنة أن هؤلاء لا يمثلونهم. الآن أنا أفخر أنه يأتي سني ويقول والله لا أتشرف بأبي بلال. هذه هي الفكرة، أنه هؤلاء أناس تلبسوا بمسمى وهم لا ينتمون إلى السنة.